أول حاجة حمرت الشعرية في شوية من الزيت بالطريقة العادية خالص لغاية لما تاخد اللون الجولد المايل شوية للبني الفاتح. بعد كده الرز المصري غسلته وصفيته ولا نقعته ولا أي حاجة خالص، ضفته على الشعرية وقلبتهم مع بعض شوية. نقعت العدس ده قبل ما ابتدي بنص ساعة في مية مغلية وضفته على الرز والشعرية وقلبت كل ده مع بعض. بعد كده ضفت عليها شوية من المكرونة، وممكن كمان تضيفوا معاها شوية من الاسباجيتي. قلبت كل الحاجات دي مع بعض وضفت شوية من الملح شوية من الكمون، وقلبت التوابل مع المكرونة والرز والشعرية وكل الحاجات دي وضفت عليها بقى المية المغلية، وغطيته على نار متوسطة، وأول لما يغلي ههدي النار عليه بطريقة تسوية الرز العادية خالص. وأثناء ما هو بيستوي حمرت البصل ده بصل أبيض مش بنضاف عليه ولا دقيق ولا نشا ولا ملح ولا أي حاجة خالص، زي ما هو كده حمرته في زيت غزير لغاية لما يبقى لونه بني فاتح، أو زي ما تحبوا الدرجة بتاعته، المهم هيطلع معاكم مقرمش مش محتاج أي إضافات. وعشان يكون معاكم مقرمش لازم يطلع على مصفى ستانلس، ما تطلعوش على المناديل علشان هيطرى معاكم. بعد ما طلع هيكون مقرمش زي ما انتوا سامعين كده. وعلشان أعمل صوص الطماطم حطيت شوية زيت على النار، بعد كده ضفت عليهم 4 5 فصوص كده توم مفرومين، وشوحتهم شوية كده على النار لغاية لما يبقى لونه حلو كمان ويطلع ريحته. هياخد اللون الحلو ده ضفت عليها بقى معلقة كبيرة أو معلقة ونص كده من الخل الأبيض، وقلبتهم مع بعض. بعد كده ضفت عليهم عصير الطماطم المركز أو صلصة طماطم متدوبة في شوية مية، وقلبتهم مع بعض وخليتهم على النار ياخدوا غلوتين 3 كده عشان تاخد بقى لون حلو وكمان طعم سبايسي. ضفت عليها شوية من هريسة الشطة، ممكن كمان شوية شطة بودرة عادي جدا. التوابل اللي ضفتها عليهم كانت ملح وفلفل اسود وكمون، وكده مش محتاجة اي حاجة تانية خالص. خليتها على النار بس تاخد كام غلوة كده مع بعض والصوص كمان يتقل شوية، وهتبقى بالقوام الحلو ده. وكده بقت جاهزة. هنا بقى بعد ما كل حاجة استوت، مفيش اي حاجة معجنة خالص والعدس والمكرونة مستويين، هيطلع معاكم بجد ناجح جدا من اول مرة حتى. ممكن كمان تسلقوا شوية من الحمص لو حابين وتضيفوها، يعني أنا حبيت أعمله بأبسط طريقة. حطيت بقى الطبقات كده مع بعض والبصل هيفضل كريسبي معاكم لفترة طويلة. جربوا كشري الحلة الواحدة ده بطريقتي وقولوا لي رأيكم.